الذي يدفع قوة إعلامية عربية لأن تضع مبلغ 100 مليون دولار لتلميع شخصية مثل معاوية؟ لا أدري هل طرح عليكم هذا السؤال أو لا. لكن أنا شخصيا وأنا أعددت لكم تكرر علي هذا السؤال كثير. تمام. وبالفعل قضية تحتاج إلى جواب. سبحان الله. سبقتني. زين. محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار. نعم. هذا الرجل سلفي، كان سلفي المعتقد، يعني ليس بشيعي مثلا أو سني عادي أو لا، كان سلفيا ويمدح من كبار القوم يعني، والسلفية أكثر الناس دفاعا عن معاوية. في تفسيره في المنار ذكر هذا النص، أنا جئت به لأقرأه حرفيا. نعم. قال، ينقل عن أحد كبار العلماء، شخص من الأستانة، جاء له عالم ألماني قال له إنه ينبغي لنا أن نقيم تمثالا من الذهب لمعاوية بن أبي سفيان في ميدان كذا، جاءه باسم ميدان في برلين عاصمة ألمانيا. قيل لماذا؟ لماذا معاوية من كل الصحابة؟ قال لأنه هو الذي حول نظام الحكم الإسلامي عن قاعدته الديمقراطية إلى عصبية الغلب، يعني إلى الشوكة، إلى السيف، ولولا ذلك لعم الإسلام العالم كله، ولكننا نحن الألمان وسائر شعوب أوروبا عرب، ولكنا عفوا عربا مسلمين. يقول هذا الانحراف الذي حصل في زمان معاوية هو الذي أفسد الإسلام، وهو الذي جعل الإسلام ينحط وبالتالي لا ينتشر. علما أن ابن خلدون الذي لعله في آخر هذا الشارع الذي تراه خلفي الآن تمثاله موجود، هذا الشارع الرئيسي في تونس، هو الذي أشار إلى هذه القضية، أن انحطاط المسلمين بدأ من تحول القضية من النظام الحكم القديم إلى نظام الوراثة. أنا